السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة مش هعمل وصفة اكل. النهاردة هعمل معاكم كده وصفة للشعر حلوة قوي، بمكونات طبيعية وفعالة بإذن الله. بستعملها من سنين ومجربة، بستعملها دايما لشعري ولشعر بناتي، وإن شاء الله مفعولها 100%. بتقل الشعر، بتديه لمعان حلو، بتطول الشعر. ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا كده أول مكون في الوصفة وهو ورق السدر. ورق السدر ده اللي هو ورق النبق اللي بيبقى في القرى والأرياف عندنا، موجود دايما. بيساهم في زيادة لمعان ونعومة الشعر الجاف. بيعالج التلف وهيشان الشعر. جبته كده وجففته وخليته دايما عندي عشان كل ما احب استعمل واعمل الوصفة دي دايما. من اهمية ورق السدر ان هو بيعمل على ترطيب الشعر الجاف. بيساهم في زيادة لمعان ونعومة الشعر. تاني مكون اساسي هنا في الوصفة هو ورق اللورة. ورق اللورة أهميته كبيرة جدا، مش في المطبخ وبس، في حاجات تانية كتيرة. ورق اللورة مهم جدا، بيعملوا منه مستحضرات التجميل. ورق اللورة بيساعد في كثافة الشعر. بيعمل على علاج تساقط الشعر، بيمنع التساقط خالص. وكمان بيعالج القشرة نهائيا، وبيعالج التهابات فروة الرأس. يعني فوائده عديدة جدا، لأنه يعتبر مضاد ممتاز للبكتيريا والفطريات اللي بتنمو على فروة الشعر وبتخليش بصيلات الشعر تطلع. هو بيقوي بصيلات الشعر وبيخلي الشعر يطول بشكل ملحوظ. وكمان بيعمل على إنبات خصل قوية ومتينة للشعر، وبيدي الشعر ريحة حلوة ومميزة جدا. تعالوا لي بقى هنا لأهم مكون معايا في الوصفة، يعني له فوائد عديدة جدا. بصراحة هو مكون مهم جدا للشعر والبشرة والجسم والكل حاجة. أنا حابة أن أقول لكم على الفوائد بتاعته جدا. والمكون ده هو المرمرية. المرمرية لها فوائد كتيرة لا تعد ولا تحصى في الجسم، بالذات مش للشعر بس. مفيدة جدا للعظام، للمعدة، للكلى. حلو قوي في وصفات التخسيس، بينحف الجسم جدا. بينظف الرحم والمبايض. بيقضي على التهابات الرحم، بينظم الدورة الدموية. بيطرح الماء الزائد للجسم، بيطرد الغازات. بيساهم في ضبط السكر في الدم، بيخفض الكوليسترول. بيساهم في الوقاية من سرطان الرئة. يعني هو بيتعمل كده زي مشروب، زي الشاي الأخضر كده، وبيتشرب كده قبل الفطار. بيكون مفيد جدا للجسم. بالنسبة بقى للشعر، بيزيد من كثافة الشعر، وبينشط الدورة الدموية في فروة الراس، بيغذي بصيلات الشعر. نيجي بقى للمكون الرابع معايا وهو إكليل الجبل. بيرطب الشعر، بيضيف للشعر يعني لمعة حلوة قوي. بيعتبر بديل للبلسم. وبيدي الشعر الأسود كده لمعان حلو جدا. طبعا هو متواجد عند أي عطار، مجفف كده زي ما انتوا شايفين كده، هو والمرمرية تقدري تجيبيه بكل سهولة. إكليل الجبل معروف بأهميته للشعر. بيزيد من طول بصيلات الشعر، بيطول الشعر جدا. حتى لو جبتيه وحطيتي منه كده كم حبة كده في الزيت اللي بتستعمليه، أي نوع زيت انت بتحبي تستعمليه، لو حطيتي منه في الزيت بيكون برضو بيزيد من طول الشعر. خامس مكون معايا هنا وهو السمسم. السمسم بيحفز نمو الشعر، بيعالج الشيب المبكر، بيعالج تساقط الشعر.
بيعالج جفاف الشعر وقشرة الرأس، بيعزز قوة الشعر ولمعانه، بيحمي الشعر من أشعة الشمس. يعني أنا عاملالك وصفة كاملة متكاملة فيها حاجات كلها مفيدة جدا للشعر، وبالذات شعر بنوتك، يعني مفيد جدا أيام المدارس. لما نعمل مع بعض إن شاء الله السبراي ده اللي أنا هعمله، تقدري كل يوم الصبح قبل بنوتك ما تروح المدرسة وترشي لها على شعرها منه. بيكون حلو قوي للبنات الصغيرين، مفيد جدا للشعر. ومعايا هنا برضو حوالي معلقة صغيرة كده من القرنفل اللي هو مسمار، ومعلقة من حبة البركة. القرنفل بيعزز نمو الشعر وبيمنع التساقط، وبينعم الشعر جدا وبيخليه سهل التسريح، بيدي الشعر ريحة عطرة حلوة قوي. وحبة البركة بترطب الشعر، بتزيد من قوة بصيلات الشعر، بتقلل ظهور الشيب. اول حاجة كده معايا معلقة من ورق السدر او ورق النبق اللي بيبقى في الارياف اللي احنا عارفينه كلنا، حوالي معلقة كده، ومعلقة من ورق اللورة، ومعلقة كبيرة من المرمرية، ومعلقة كده كبيرة من اكليل الجبل او الروزماري زي ما احنا عارفينه، ومعلقة كده من السمسم والقرنفل وحبة البركة. هحط كده كل المكونات على بعض، وهحط عليهم كده 3 فصوص كبار من الثوم. ما تخافيش خالص، الثوم طبعا ريحته مش هتكون موجودة خالص، لان احنا حاطين هنا كل الحاجات اللي ليها روايح حلوة للشعر. بس التوم طبعا عارفين ان هو مفيد جدا جدا برضو للشعر. حطيت هنا كوبايتين من المية او 3 على حسب ما انتي محتاجة. طبعا هنعمله وهيقعد معانا فترة كبيرة. هنا حطيته على النار ياخد كده مع بعضهم كام غلوة كده. اهم حاجة ان يغلي كويس جدا. وبعدين هنا بقى طفيت عليه النار وسبته يتنقع كده مع بعضه كده 10 دقايق. هسيبه كده 10 دقايق يتنقع كده، وبعدين هنبتدي ان احنا نصفيه. هجيب مصفى كده، وبعدين هبتدي ان انا اصفيه كده اهو. وبقى كده عندنا اسبري حلو قوي للشعر، مفيد جدا من اي زيوت انت بتستعمليها. في ناس كتيرة جدا ما بتحبش تحط زيوت على شعرها، ولا بتحب ان يكون شعرها كده يعني في زيوت كده. ف يعني بصراحة انا برتاح للوصفة دي جدا وبستعملها على طول. وهتجيبي كده اي بخاخة عندك كده، وهتفضي فيها الاسبري ده اللي احنا عملناه، هتفضيه كده. واهم حاجة انك تحطيه في باب التلاجة، يعني هتحفظيه بباب التلاجة هيقعد معاكي فترة. وهجيب لكم هنا شعر جنى علشان اوريكم الفرق. يعني اقسم بالله احلى من اي زيت انت بتشتريه، وهتشوفي النتيجة دلوقتي معايا. بترشي كده على شعر بنوتك كده بالشكل ده كده، وتحاولي ان يوصل لفروة الراس كده اهو بالشكل ده كده، لامع جدا. بصوا الشعر يعني انا مش بلة شعرها خالص، انا شعرها ناشف. مجرد ان انا رشيت عليه السبراي اللي احنا عملناه، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللمعان، مجرد ان انت بترشيه بيكون احلى من اي زيت. الشعر بينزل على طول ناعم ولامع، يعني بسم الله ما شاء الله. اتمنى يكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من قناتي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.